بسم الله الرحمن الرحيم. يا صباح الخير على اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده من خلال قناتي على اليوتيوب، وكمان تابعوني من خلال صفحتي على الفيسبوك. النهارده عندنا موضوع مهم، عندنا موضوع يمس كل شعب النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي بفئاته. ظهر بعد احداث مباراه الرجاء اللي احنا فزنا فيها 2-0، وتقريبا كده حطينا رجلنا في دور النصف اللي قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، وكنا محتاجين نعرف ايه اللي حصل وايه الاسباب اللي ادت لانتشار الفيديوهات وانتشار الكلام الكتير اللي ظهر بعد المباراة. جماهير النادي الاهلي مسؤولة، جماهير النادي الاهلي بتحب ناديها، جماهير النادي الاهلي وصلت لمرحلة ان هو هنحكي التسلسلات مع بعض. البداية كانت في مباراة الهلال السوداني، وان شعب النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي ما صدقت ان الامن يوافق على عدد الجماهير اللي كان غفير في مباراة الهلال، وكان فعلا النادي مسبب، وكان فعلا النادي طبعا وكان فعلا الجماهير ساندت النادي الاهلي وشجعته طول المباراة، والمباراة طلعت في منتهى الرقي، في منتهى الحفاوة، وكل الناس كانت مبسوطة ان هي دي كانت البداية من مباراة الهلال السوداني. طبعا دخلنا على مباراة فاركو، الاحداث اللي حصلت وان الجماهير طلعت او الناس ابتدت تطلع فيديوهات على شتيمة شيكا، فهو الناس اختلطت الامر ما بينهم، ما بين شيكابالا وما بين شيكا. فالوضع كان طبعا احنا بنرفض اي اساءة لاي لاعب او اي مسؤول في الكرة المصرية او اي مسؤول في اي مكان. احنا بنرفض حتة ان هو يكون في اساءة لاي شخص. طبعا غير ان انا شايف ان موضوع شيكابالا موضوع كبير قوي، ان هو لو هنتكلم في الاحداث دي عايزة لها حلقة ولا حلقتين بسبب موضوع شيكابالا. المهم نرجع لموضوعنا. جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي اتظلمت في موضوع فاركو، واتظلمت في موضوع ماتش الهلال السوداني، ان بعد كده ظهر بيان من وزارة الداخلية بتنشد او بتشيد طبعا بتشيد بجماهير النادي الاهلي، وان الفيديو او الصوت اللي اتركب على الصورة، وان جماهير النادي الاهلي كانت بتشتم في الداخليه. فلما طلع البيان من وزاره الداخليه قال لك ما حصلش الكلام دوت. دي كانت انفراجه او بدايه جديده مع جماهير النادي الاهلي والامن ووزاره الداخليه. جينا في الماتش اللي هو بتاع الرجاء، احداث غريبه. الناس كانت قاعده اللي هي بتتفرج من التلفزيون وعلى الشاشات متابعه المباراه، شايفه ان في ده مش جمهور النادي الاهلي، ولا دي المسانده، ولا ده صوت النادي الاهلي، لدرجه ان الناس كتير طلعت اتكلمت وقالت ان ده جماهير النادي اللي هم ال 2000 واحد بتوع نادي الرجاء كان صوتهم باين اكتر من جماهير النادي الاهلي. وكل الناس لاحظت الموضوع دوت. طبعا عدت كام ساعه، الناس ابتدت تطلع بفيديوهات، الناس ابتدت تتكلم، ظهر بعض الاشخاص اللي احنا مستغربين هم مين دول. هل دول محسوبين على الامن ولا محسوب على امن الشركات ولا محسوب على الداخليه؟ وابتدوا يتعاملوا مع جماهير النادي الاهلي بطريقه لا مفيش اي حد يرضيها، ولا على اخوه ولا على صاحبه ولا على اي قريب ليه او على صديق او على زميل بيشجع جنبه في المدرج ان هو يحصل مع الكلام ده. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي انا بتكلم فيها، اكيد 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 الناس ديت برضو مش مجانين. يعني لو هو حصل اي حاجه من الجمهور خلى عن النظام، ما كانش مسؤول، فاضطر الناس دي تتعامل معاها بالطريقه دي. لو هنتكلم على الاشخاص اللي ظهرت في الفيديوهات وظهرت في الصور، احنا عايزين بيان من وزارة الداخلية او بيان من الامن او بيان من اي جهة تقول الناس دي مين، هل الناس دي محسوبة على مين،
والطريقه والاسلوب اللي اتعاملوا بيها مع الشباب الصغيرين، شباب 17 18 سنه، والموضوع يكبر ان هو يوصل انهم يتحجزوا في الاسم، وان هو يبقى في قضيه والمحامين تبتدي تجري عليها، وفي محامين كتير ابتدوا يروحوا يشوفوا ده مستقبل شباب. وفي حته مستقبل الشباب طبعا انا هتكلم على ميدو وخالد الغندور دولت، اللي هي تقريبا الترندات والتعصب للنادي الزمالك نساهم، او ابتدوا يفكروا بطريقه مش شايفين غير النادي الزمالك، او يشوفوا طريقه ازاي يعطلوا بيها النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. خلصنا احنا من موضوع المخبرين، او انا ما اعرفش دول كانوا ايه بالظبط يعني، وكانت من اي جهه ولا باي صفه انهم يعملوا كده مع جماهير النادي الاهلي. بس برجع برضو واقول ان في مشكله بتحصل في الاستاد او في المدرج، من ناحيه اللي انا بشيد بيه للناس بقى. يا جماعه احنا ما صدقنا ان احنا نبتدي نرجع. الناس كلها خايفه من جماهير النادي الاهلي. انا بتكلم خوف رياضي. يعني ايه خوف رياضي؟ يعني لما نقول مثلا ان جماهير النادي الاهلي لما بتساند فريقها، صدقوني الاهلي بياكل الاخضر واليابس، كل البطولات بتبقى منحصره للنادي الاهلي. مين اللي بيخسر في الموضوع ده؟ اللي بيخسر المنافسين بتاعك، اذا كانوا منافسين يعني زي الزمالك وبيراميدز وفاركو وفيوتشر والناس اللي هي طلعت تستثمر للمكسب المادي، مش طلعت تستثمر في الرياضه. الناس دي كلها عايزه تحقق ارباح، الناس دي كلها في مصلحتها انها توقع النادي الاهلي بجماهير النادي الاهلي عشان يوصلوا لمرحله ان هم يبتدوا يكونوا على الساحه. مستحيل هتكونوا على الساحه ان مفيش غير ناديين، مفيش غير نادي واحد في افريقيا وفي مصر هو اللي رافع راس الكره المصريه، وشخص كمان محمد صلاح. انا دولت الناس اللي شايفها انها بتشتغل على نفسها. الناس بتفكر ازاي تحقق بطولات، الناس بتفكر بطريقه علميه في الاداره، في الرياضه، في وادب واخلاق وتنافس شريف. مفيش غير النادي الاهلي. فان هم يوقعوا جماهير النادي الاهلي دي نقطه كل الناس بتفكر فيها. لو جماهير النادي الاهلي التزمت وجماهير النادي الاهلي ادت الاداء الرجولي في الملعب في ظهر اللعيبه وشجعت بقوه، صدقوني ما فيش حد هيقدر يقف جنب النادي الاهلي. لدرجه ان انا سمعت اخبار امبارح بيقول لك في الماتش بتاع الرجاء اللعيبه وهي في الملعب ابتدت تركز تقول هو الجماهير في ايه في المدرج، فين التشجيع، يعني يبقى الجمهور رقم واحد في الملعب وفي البطوله، وراه اللعيبه، وراه الجهاز الفني، وراه الاداره، وراه شعب النادي الاهلي. هرجع لكلمه ميدو وخالد الغندور. ميدو اتكلم قال لك انا ما عنديش مانع ان كل شخص مسؤول في الرياضه، او كل اعلامي، او كل شخص ينتمي للكره، ان هو يكون عنده اجنده ينفذها او يحققها على الفيسبوك. طبعا الاجنده اللي هم بينفذوها الكلام مش يعني ما ينفعش اللي انت بتقوله دوت. يعني انت تتكلم بطريقه على القناه بتاعتك وفي اجنده انت بتنفذها بره. يعني الاجنده اللي انت بتنفذها بره انك انت ما انت وصلت لمرحله بقيت انت ومرتضى منصور كلوز مع بعض. يعني ان مرتضى منصور خلاك تجيب المدرب الموعود اللي احنا هنشوف نتائجه بعد كده، وان انت دلوقتي بقى لك رجل في نادي الزمالك، فانت ابتديت دلوقتي تظهر تاني وترجع تاني بعد ما انت ومرتضى منصور كنتوا مقطعين بعض. يعني اسوأ اخلاق واسوأ الفاظ واسوأ طريقه وتعامل ما بين مدير نادي ولاعيب، ان هو مفروض طلع وسافر وشاف ولعب. بس للاسف الطريقه اللي انت بتفكر فيها انت وكابتن خالد الغندور ناسين ان انتوا عندكم ولاد. انتوا بتسخنوا الامن وبتسخنوا الدنيا كلها وكل الادارات الرياضيه والامن والداخليه على جماهير النادي الاهلي. ده اللي وصل لينا كلنا دلوقتي. انتوا اتحطيتوا في خانه دلوقتي، في خانه انكم
ما يهمهمش غير مصلحه النادي الزمالك والنوادي الاستثماريه، وان انتوا ازاي توقعوا جماهير النادي الاهلي. وبالتالي لو وقعتوا جماهير النادي الاهلي وشباب النادي الاهلي الصغار، حرام عليكم، حرام عليكم الاجنده والطريقه اللي انتوا بتتكلموا بيها على جماهير. انتوا عندكم ولاد، انا دي النقطه مش هطول فيها اكتر من كده. اللي انا بطلبه بقى من جماهير النادي الاهلي ايه يا جماعه؟ الالتزام 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 الالتزام. بمعنى، طبعا انا مستاء واحد من الناس لما كنت بتفرج، محتاج اشوف سنانير، ومحتاجين نشوف الطبل، ونشوف الادوات اللي بيشجعوا فيها في المدرج، وان صوت المدرج يبقى عالي جدا، وان كل ده احنا محتاجينه. بس خطوه بخطوه، خطوه بخطوه هنرجع، خطوه بخطوه لما هيلاقونا احنا ملتزمين. احنا كنا فين وبقينا فين؟ احنا كان بيخش لنا ال1000 وال2000 وال3 يا جماعه. ابتدينا واحده واحده، احنا مش عايزين نرجع لورا. الملعب والرياضه للرياضه فقط، ما تدخلش اي حاجه انت متضايق منها او انت متعصب منها بخصوص الحكومه، ولا انت في حاجه مش عاجباك، اراء سياسيه عايز تدخل فيها حاجات كتير. ما ينفعش. هي الفكره كلها اللي انت بتفكر ازاي تشجع، وازاي يكون ليك كيان، او يكون ليك مكانه في حظ البطولات. يا جماعه النادي الاهلي بجماهيره رقم واحد، النادي الاهلي بجماهيره رقم واحد. التزموا، شجع، قول اللي انت عايزه للنادي بتاعك، شجع للنادي بتاعك، غني، افرح. ما تدخلش اي امور تانية، وما تدخلش اي امور سياسيه، ما تشتمش. حتى لو في ناس بيسيئوا للنادي بتاعك او بيسيئوا للعيبه بتاعتك، انت خليك في ناديك، خليك في المباراه، خليك عايش الحياه او عايش الوقت اللي انت داخله في المباراه مع الجماهير. انا عارف ان في بعض الشباب واخداهم الحميه، وده اتكلم على النادي الاهلي، وده شتم النادي الاهلي، ولازم نرد في المدرج. كله هيجي على دماغك، انت كده بتحقق لهم هدفهم. يعني انت كده المخطط اللي هم عايزين يعملوه، وعايزين يوقعوا النادي الاهلي، وعايزينه يبعد زي الفتره اللي هي السنتين اللي فاتوا. الناس هتتجنن، الناس هتتجنن. انت عندك جميع البطولات تقريبا، انت 90% البطولات السنه دي انت مستحوذ عليها، وان شاء الله ربنا يكمل مجهودنا على خير. يعني عندك الصالات انت مقطع الدنيا، عندك الدوري انت بتغرد لوحدك، مفيش اي منافس ليك. عندك دوري ابطال افريقيا اللي الكل كان بيراهن النادي الاهلي هيقع في البطوله ديت، انت اثبتت وجودك. الحمد لله ربنا ساعدك شويه، والحظ كان في معاك شويه، بس عشان انت بتتعب وعشان انت بتعمل مجهود، فربنا بيديك على قد مجهودك. فبالتالي انا مش عايز جماهير النادي الاهلي تبقى هي المشكله، او هي السبب في انها ما تساندش النادي الاهلي. يا جماعه بكرر كلامي تاني، معلش. الحميه والشباب وان انا ازاي لا ده النادي بتاعي، وازاي حد ده يقول كده، وازاي ده يقول كده، وانا مش عاجبني الوضع مثلا الفلاني في البلد، مش عارف وزاره ايه بتتكلم. الكلام ده كله هيوصلنا ان انت مش هتقعد تتفرج على الماتش في البيت. دي واحده. تاني حاجه، النادي الاهلي هيفتقد قوه ضربه بالنسبه لاي حد. يا جماعه في مخطط انهم يمنعوا جماهير النادي الاهلي من دخول المدرجات، مش عايزين نساعدهم على كده. انا الموضوع بقالي طبعا من ساعه مباراه الرجاء وانا بحاول اجمع، وبحاول اوصل لنقطه نساعد بيها نادينا. انا بيهمني في المقام الاول النادي الاهلي، لا يهمني فرق تانية مستثمره، ولا يهمني اي حد عايز يعرقل النادي الاهلي ما بين امن، داخليه، نوادي اخرى. هو ده اللي انا محتاجه. انا محتاج جماهير النادي الاهلي تركز وتستوعب اللعبه اللي عايزين يعملوها، واللي هم محتاجين يوقعوا النادي الاهلي بجمهوره، ويوقعوا اداره النادي الاهلي مع الجماهير، ويوقعوا عايزين يعملوا فتنه في النادي الاهلي. وبالتالي الشباب بتاعنا ده اهم بقى من الكوره، واهم من الملاعب، واهم من النادي الاهلي عفوا. يعني الشباب بتاعنا دوت لازم يكون عنده وعي، لازم تبقى فيه برامج توعيه للشباب. انت داخل هدف محدد، انت اي حد بقى يخش في وسطك هيبقى منبوذ، هيبقى معروف. لما يجي الامن ياخده من قفاه كده
انت داخل مالكش فيه، هو عمل غلط يستحمل غلطه. ما تجيش الناس مثلا في الملعب شايفينه شاب وبتاع، بس هو جاي ينفذ حاجه في دماغه او متضايق من حاجه معينه او عايز يشتم او عايز يقل ادبه، وتيجي مثلا الامن يجي ياخده، جماهير تزوم عليه وتقول لك سيبه مش سيبه، لا غلطان يستحمل وياخد جزاءه. هو مش خايف على نفسه ولا خايف على ناديه ولا خايف على اهله ولا خايف على مستقبله، وعايز يمرمط اهله وراه في الاسم مشكله كبيره يعني. طبعا مع نهايه الاخبار اللي احنا اتكلمنا فيها ديت، ان شاء الله باذن الله هيكون في حلقات تانية. محتاجين دعم منكم، عايزين نطلع بالقناه شويه، لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله موعدنا في حلقه بكره باذن الله، وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.